3 اشياء اذا كنت داخل 2025 بيها اسمح لي ماش راح تحسن كاع حياتك. اول شيء هو اللوم الاخرين. دائما وين ما نشوفوا انسان يلوم الاخرين نلقوه فاشل في حياته، لانه ما يتكلش على روحه وما يحملش المسؤوليه لنفسه. احنا نعرفوا باللي الانسان اللي يحمل المسؤوليه لنفسه اكيد راح تكون عنده اهداف يسطرها وراح يتوكل على ربي سبحانه ثم على نفسه باش يحققها ويتقدم في حياته. ثاني شيء سوء الظن. انا وانت عندنا بزاف ناس نعرفوهم يسيئوا الظن بزاف، وخليني نعطيك معلومه على سوء الظن. الانسان اللي يسيء الظن بزاف تلقاه ماهوش عايش الراحه النفسيه، لانه ديما يسيء الظن بالاخرين. فواش خاطر يا عزيزي كي تحسن الظن بغيرك كي ما تربحش ماكش راح تخسر، وراك راح تربح حسنه عند ربي سبحانه. ثالث شيء اذا كنت تارك الصلاه يا ويلك واش راح يستنى فيك. خبرني برك كيفاش راك حاب تعيش السعاده وانت اصلا تارك للصلاه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. اذا باش تعيش حياه زينه في 2025 لازم عليك تصلي، تحسن الظن وما تلومش الاخرين، ودير متابعه لهذا الحساب.